الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض وصفة النهاردة بطاطس بالفراخ بصوص مميز جدا. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا بصلة مبشورة ناعم، عليها رشة فلفل اسود، معلقتين زبدة كبار بحرارة الغرفة، والمنكهات اللي عندي بابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وكمان 7 بهارات وكزبرة ناشفة واوريجانو وفلفل اسود وبهار حلو والملح حسب الرغبة. انا هقلب كل المكونات دي عندي مع بعض. الفراخ عندي طبعا كمية تقديرية، وتقدري تعمليها بأي جزء من الفراخ. انا هحاول احط بس الخلطة ما بين اللحم وادخلها كده جوه الجلد، ولو انتي مستعجلة عليها ممكن تبتدي تشتغلي فيها بعد ساعتين 3، بس انا بالنسبة لي هسيبها ليلة كاملة في التتبيلة. بعد مرور ليلة كاملة في التتبيلة عندي هنا بطاطس، طبعا الكمية برضو حسب احتياجك. عليهم بصلاية كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، وعليها رشة فلفل اسود، المنكهات كزبرة ناشفة وبهارات فراخ، وكمان رشة كركم. هقلب كل دوت مع بعضه، وهنزل بعد كده عليها بالفراخ وبقية التتبيلة. احاول اوزعها على البطاطس كلها. طبعا الزبدة عندي اتجمدت، بس مجرد ما تدخل الفرن كل حاجة هتسيح وتتجانس مع بعض. طبعا انا مشغله عندي الفرن مسبقا، هدخلها من ساعة لربع ساعة حسب كل واحدة والفرن بتاعتها، ومش هغطيها. وبعد كده هوريها لكم بشكلها النهائي. ده شكلها بعد ما استوت. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد حلو قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها، وياريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنوصل لكم بوصفات تانية جديده.